الأهلي بيتعادل مع بورتو 4-4 مع الرأفة، يعني الأهلي كان المفروض يكسب 9 10 11 12. بس لو يعني عارف انت ده من الفيديوهات اللي بتعملها وانت قرفان، بس يعني لو في حاجة اتعلمتها من الماتش ده فانت اتعلمت حاجات مهمة جدا. اول حاجة ان احمد رمضان بيكهام لازم يرجع سيراميكا تاني، ده مدافع سيء جدا، تغطياته زي الزفت. اشرف داري لازم يتباع وقتي، اشرف داري ده مدافع سيء 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 بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تغطياته زي الزفت، شوف الجون الاخراني اللي جابه بورتو وبيديله ظهره، حتى مش قافل عليه زاوية الشوط. الشناوي لازم يقعد دكه يا جماعه، الراجل ده تعبان، راجل كبير في السن. الكور بتجيله عند ايده خلاص، المفروض ينط عليها ما بينطش، ما بيتوقعش الكوره من الاساس، ورده الفعل بتاعته ضعيفه لان هو كبير في السن. انت اتاكدت ان جراديشار ده زي ما قلت لك قبل كده مهاجم على قده خالص يا جدعان. انت لو ما عندكش وسام ابو علي في الملعب اذا انت مش هتعرف تجيب اجوان. انت ما جبتش غير جون واحد بس بعد ما وسام طلع، من مهاره فرديه من محمد علي بن رمضان، وربنا كافئه بيها على ربنا يعني ربنا عز وجل كافئه بالجون اللي جابه ده على مجهوده فعلا اللي مقدمه طول البطوله. وخاصه في الماتش ده. بجد انت محتاج خط دفاع بالكامل بالكامل. كوكا شكرا النهارده قدم ماتش حلو جدا، ولكن انت محتاج خط دفاع بالكامل، ومحتاج مهاجم لان وسام ابو علي وش هيمشي بعد الماتش ده. السلام عليكم.